أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن نلتقي اليوم أحد نجوم الزمن الجميل، أحد النجوم الذين اختفوا عن الضوء، نجوم سطروا تاريخ نادي غزل المحلة. معنا ومعكم اليوم الكابتن عصمت البهنسي، أحد نجوم غزل المحلة في بدايات غزل المحلة. كابتن عصمت، برحب حضرتك معنا يا فندم. الله يبارك فيك يا باشا، أهلا وسهلا. كابتن عصمت، يمكن كتير من الشباب ما اتفرجوش على حضرتك. عرفني مين هو الكابتن عصمت البهنسي، بدايتك وكيف انضميت لنادي غزل المحلة. أنا بدايتي في المدرسة الابتدائية، كنا بنلعب في المدرسة، وبعدين كونت فريق من التلامذة، بقينا نروح نتمرن في البلدية، قعدنا مدة كبيرة يعني. وبعدين شافني الكابتن بسيوني النحريري، كابتن نادي غزل المحلة أياميها يعني، فخدني وقدمني للأستاذ عبد السلام الشافعي، المدير الإداري لنادي غزل المحلة. فالأستاذ عبد السلام الشافعي شافني وأنا بلعب، ضمني على طول الفريق الأول، ما دخلتش لا أشبال ولا فريق تاني، دخلني الفريق الأول على طول، ولعبت الفريق الأول، كنا درجة تانية. كانت دوري جميل جدا وقوي جدا، وجه بحري، جو بحري كله، على درع الأمير يوسف كمال. كان فرق كتير قوي قوي، أولمبي الإسماعيلي والسويس وشبين الكوم والزبكة ومتغمر والمنصورة وطنطا، والفرقة دي كلها كانت فرقة جميلة جدا. كنا بنلعب شركات على 4 كاسات، كنا بنحصل على هذه الكاسات دي كلها، والدوري كل سنة ما راحش مننا، لأن كنا من أبناء الشركة، ما كانش فينا لعيب من بره. طلعنا من الشركة واتمرنا في الشركة كلنا، مفيش لعيب من بره جالنا قبل. فضلنا نكافح لغاية ما كان في مباراة فاصلة بيننا وبين المنصورة، هم كانوا سابقنا بنقطة، لو تعادلوا معانا هيصعدوا. صعدوا الممتاز. الدوري الممتاز. لعبنا الأول تايم، طلعنا 0-0. تاني تايم في الربع ساعة الأخيرة مفيش أمل بقى، ما هنطلع. فبتوفيق من ربنا خدت الكورة من بعد السنتر ودخلت جوه ال 18، وشطت كورة بالزاوية بعيدة، الجول ما شافهاش، طلعنا 1-0. الجول ده اللي طلعنا الدوري الممتاز، فكان له يعني مكانة كبيرة. كابتن، من مرحلة لأخرى انتقلتم من الممتاز به أو من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز. أيوة. واجهتم الأهلي والزمالك والفرق الكبرى. أيوة. كلمني عن ذكرياتك في هذا الدوري. في نادي الغزل، مع الغزل المحلة، أمام الأهلي، أمام الزمالك. احنا لعبنا الأهلي هنا. ده أول مباراة في الدوري الممتاز لغزل المحلة. أول مباراة كان نادي الأهلي. أول مرة يجي النادي الأهلي على عبد المحل. المدرجات كانت مليانة على الآخر، سمنود وجواري المحلة كلهم يتفرجوا على الأهلي. يتفرجوا على الأهلي، مش على المحلة. أيوه. على الأهلي بصراحة يعني. أيوه. وبعدين نزلنا يعني خايفين، كلنا خايفين من النتائج. ما أول مرة نفاجئ بنلعب الأهلي بالشكل ده. ونزلنا الماتش. كابتن، اسمح لي أسألك، ده كان موسم كام تقريبا في الدوري؟ 56 57. تمام. أيوه. وبعدين سلفعت الفناجيلي بعد 16 دقيقة سجل جول فينا. وبدأنا احنا بقى نهدى ونمسك كورة، بدأنا نهاجم الأهلي بقى، هاجمنا الأهلي هجوم شديد قوي. وبعدين في الدقيقة 44 الدرباوي وانجرات المحلة رفع الكورة بره 18. أحمد حمادة لعبها بدماغه، خدتها على صدري ونزلتها على الأرض، واخترقت دفاع النادي الأهلي واتفردت بعد ليجا، حطيتها له على الزاوية البعيد، ما شافهاش. ده تعادل، وهدف تعادل. هدف تعادل. طب اسمع ساك، مين سيرباكين الأهلي في الوقت ده؟ كان طارق سليم وفؤاد غيدة واخو صالح سليم اسمه. طارق سليم اخوه كان لهم اخ ثالث بيلعب. كابتن عبد الوهاب سليم. عبد الوهاب سليم. برافو عليك. تمام. عبد الوهاب سليم. وكان البيزو بيلعب، ومهم الشربيني وصالح سليم والفناجيلي. اسماء كبيره جدا يا كابتن، طبعا حضرتك اسم كبير لا تقل عنهم. الله يبارك فيك، اسماء كبيره فعلا يعني. لعبناهم هناك في الدور الثاني، كان غزل المحله في ضيافه الاهلي. ضيافه الاهلي. تمام. الحقيقه عملوا هجوم علينا شديد قوي. خورشيد العملاق تصدى الكور دي كلها. كان جول عظيم قوي خورشيد الحقيقه. حارس مرمى غزل المحله مش ممكن. السابق. وبعدين في الدقيقه طلعنا التايم الاول متعادلين. تاني تايم
في الدقيقة 39 بالظبط صورة رفع الكورة بره ال 18 برضه استقبلتها بصدري برضه ونزلتها على الأرض واخترقت النادي الأهلي كله الدفاع بتاعه وحطيتها في الموصل عادل يجري ما قدرتش أعمل لها حاجة وطلعنا 1-0 غالبين الأهلي. يا كابتن، فريق غزل المحلة طول عمر المحلة أو الفلاحين زي ما أطلقوا عليكم في هذا اللقاء، أيوة في إن أنتوا زعيم الفلاحين. أيوة المحلة هو الفلاحين. أيوة. إزاي تقدروا يعني فرقة لسه أول مرة تصعد الممتاز وبتلعب أمام نجوم بهذا الحجم، إن أنتوا تقدروا تلعبوهم وتوصلوا معاهم إنك تكسب الأهلي على أرضه، وإنك تلعب وتتعادل مع الأهلي هنا وتكسب الزمالك؟ يعني قول لي إزاي فرقة جاية من الفلاحين قدرت في الوقت القياسي ده إنها تفوز على الأهلي أو تتعادل مع أحد؟ احنا كنا بنحب الكورة وبنحب بعض وقلبنا على قلب بعض ولعيبة متكافئين متضامنين مع بعض وبنلعب بإرادة ومفيش خوف بقى، عايزين نظهر. يعني مفيش قولة أهلي ولا زمالك ولا بتاع، احنا زينا زيهم. دول زي لهم رجلين احنا لنا رجلين، بيلعبوا كورة احنا هنلعب كورة، ليه ما نبقاش أحسن منهم؟ فيعني بقينا ننزل المباراة نصمم على إننا لازم نكسب. كابتن، لم يكن هناك أي احتراف مفيش لا ما كانش اعتراف خالص. ولا دوري افريقيا ولا الكلام ده. طب كلمني عن مكافآتك، كنت مكافأتك ايه لما تكسب الاهلي مثلا؟ خدت 10 جنيه من واحنا متعادلين. 10 جنيه من هناك. لما فزتوا على الاهلي اخدت 10 جنيه. 10 جنيه. طب مرتباتكم يا كابتن كانت كام؟ مرتباتنا كانت كويسه الحقيقه ايامها في الايام دي، يعني كنت باخد حوالي 25 جنيه. وبناخد على كل تمرين 3 جنيه. وبناخد في الماتشات الخارجيه ناخد 3 جنيه. على كل ماتش. يعني كان برضو في ارضاء يعني 3 جنيه دول كانوا يكفوا يعني. فعلا 3 جنيه في مليون يعني. كابتن، صولات وجولات لغزل المحله، جيل حضرتك الجيل اللي بعدك الجيل اللي اخذ الدوري، ارتفع مستوى غزل المحله، اصبح احد الفرق الشعبيه والجماهيريه اللي بتنافس. كان دايما في وسط الجدول، يمكن نافس على اخذ الدوري، نافس على الكاس، صعد للبطولة الإفريقية حتى النهائي، صعد لعب في البطولات العربية، وأخيرا مرورا انتهاء بهذا الجيل الذي يعني أحزن الجميع من متابعين كرة القدم سواء من المحلة أو من خارجها. شايف الوضع إزاي؟ لأن حضرتك اللعيبة اللي بتلعب حاليا في الغزل مش من أبناء المحلة، ما تربوش في شركة المحلة، يعني تربينا في الشركة. كابتن، تقصد ان الانتماء هو أحد أهم عوامل كرة القدم؟ الانتماء وعدم حب المادة. ما نجريش ورا المادة، بنلعب عشان نبقى لعيبة كورة بس. كابتن، هل تم الاستعانة بحضرتك في غزل المحلة أو طلب منك أن يعني تكون أحد لجان الخبرات في هذا الكيان لدعم الفريق؟ أنا الحقيقة لما بطلت كورة سنة 67 يعني بكتير ظروف سيئة جدا، كان عندي القولون ما قدرتش أكمل بقى. فما حبيتش بقى أدرب ولا حاجة من دي ولا مستشار ولا حاجة، بعدت شوية بس. طيب، يعني أنا عاوز أسأل حضرتك، جيلكم زمان كان جيل عمالقة. أيوة. عملتوا اسم لغزل المحلة، أنتم بنات غزل المحلة في كرة القدم. أيوة. لما يعني الجيل اللي زي حضرتك أو العمالقة اللي زيك، يعني مش عاوزين نقول أسماء عشان ما ننساش أسماء أخرى. أيوة. إنما إيه غزل المحلة كرمكم إزاي؟ قول لي غزل المحلة ماذا قدم لكم؟ هيعمل لنا إيه؟ زينا زي موظفين. بلدي يعني الحقيقة يعني يجيب لنا علاوة استثنائية، درجات نترقى بيها. يعني مثلا واحد في الدرجة الرابعة يرقوه الثالثة، وعلاوة استثنائية كل سنة. برضه كان في ميزة، برضه خدنا برضه حاجات كويسة. انما لم يتم دعوتكم مثلا لاحتفال التكريم، لم يتم يعني اطلاق اساميكم على ملاعب، على مجمع؟ ما كانش في تكريم اياميها. ما كانش اللاعب اللي بيبطل ما يتكرمش، ما فيش حاجه، يبطل خلاص انتهى. ما يعملوش حفله ولا بتاع. كابتن، شايف ان العوده لغزل المحله كيف ستكون؟ وهل في امل؟ شايف ان ممكن؟ في امل لو الاداره يعني بتحب الكوره. الاداره ما بتحبش الكوره، ما فيش واحد بيحب الكوره في الاداره. يعني لازم يجيبوا لعيبه كبار، لعيبه كويسه ويصرفهم ملايين، يصرفهم، يجيبوا لعيب ب5 مليون جنيه ما فيش مانع، بس يجيب النادي. انما بالشكل ده عمر النادي ما هيطلع هيفضل في الدوري المصري على طول. لو استمروا على كده
هيفضل طول عمر الغزل في الدوري المظالم، لان بس فريق زي غزل المحله مكانه الطبيعي ان يكون في الممتاز. يعني منطقيا احد الفرق القديمه، احد الحاصلين على الدوري. دول امتداد للفريق القديم، لازم يكونوا كويسين طبعا. انما جايبين لعيبه ما تنفعش، يعني ما فيش يعني. كابتن حضرتك في جيل الرواد لغزل المحله، تفتكر مين من اسامي كل الاجيال اللي بعد حضرتك؟ مين النجوم اللي حضرتك تفتكرها من غزل المحله؟ كان حنفي هليل وعمر عبد الله واحمد حسن وخالد عيد وصابر عيد وخالد ابو الفتوح وسعيد عبد الجواد ومحرز، لعيبه وشوقي غريب، لعيبه كويسين يعني الحقيقه. نجوم اللي حضرتك ذكرتهم نجوم كوره ونجوم في الاخلاق ايضا. والاخلاق ممتازه جدا طبعا. ناس ممتازه جدا اخلاقا ولعبا بصراحه. اخيرا يعني انا عاوز حضرتك توجه نصيحه للاعبي هذه الايام من منتهى يعني من مختلف الانديه. وان يحافظوا على صحتهم اول حاجه، اول حاجه، ويواظبوا على التمرين ويحبوا الكوره ويلعبوا، ما يلعبوش للماده، يلعبوا للكوره مش للماده. اللعيب منهم يلعب على انه عايز يبقى لعيب مش مادي، بس ده اهم حاجه. اذا يعني الحفاظ على الصحه اهم حاجه، والانتماء للمكان والانتماء لكره القدم نفسها، ويواظبوا على التمرين ويسمع كلام المدرب وينفذ كلام المدرب، يبقوا لعيبه كويسه. بس اهم حاجه يكون عنده الموهبه. الموهبه مش موجوده مهما عملوا مفيش فايده. وانا ملاحظ ان الموهبه اختفت من الساحه دلوقتي. مفيش موهبه دلوقتي. الاول كان العمالقه مهارات فرديه، كنترول على الكوره وشوط وبساط وفكر كروي، كل حاجه كانت موجوده. دلوقتي مفيش حاجه من دي خالص. كابتن بنشكر حضرتك، سعدنا بلقائك وسعدنا باستضافه حضرتك لينا، نتمنى لك دايما يا رب نشوفك بكل خير. انا اللي سعيد جدا بلقائكم والله، واتمنى ان نتواصل على طول يعني. فرصه سعيده جدا يعني، نشرف. اعزائي المشاهدين، كنا معكم من داخل بيوت احد نجوم الزمن الجميل، الكابتن عصمت البهنسي، احد من بنوا وصنعوا تاريخ غزل المحله في كره القدم. الكابتن تكلم عن نجوم في كرة القدم في غزل المحلة وغير غزل المحلة على مر العصور، ووجه نصيحة وروشتة لناشئي جميع الأندية: المواظبة على التمرين، حب كرة القدم، الاستماع لكلام المديرين الفنيين. وجود الموهبة هي الأساس. كنا معكم حسام جبر من داخل منزل الكابتن عصمت البهنسي.